السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. يا رب تكونوا النهاردة احسن من امبارح وبكرة احسن واحسن. اللهم صل وسلم وبارك كده على سيدنا محمد. صلى على الحبيب. وتعالوا نشوف الوصفة الجميلة اللذيذة البسيطة دي. اسهل واسهل حاجة ممكن تعملوها في حياتكم. بصوا بقى، النهاردة وصفة جميلة وسهلة وبسيطة، وأقول لكم على تكات فيها. ممكن تحشوها، ممكن تسووها سادة، ممكن تغمسيها كده بشوكليت، ممكن تغمسيها بنوتيلا، بجبنة، بأي حاجة انت حباها تاكليها حاف. بصراحة هي طعمها خطير جدا. يلا بينا نشوف مقاديرها البسيطة. معانا هنا 4 كوبايات من الدقيق، بسهولة كده وببساطة. 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين لبن بودر. ده اختياري مش اجباري، عايز تستغنى عنه مفيش مشكله، بس هما بيدوا ملمس حلو كده للعجين. و3 معالق سكر وذره ملح. وقلبنا المواد الجافه دي كده مع بعض، وانا بقلبهم ما تنسيش تشتركي وتحطي لايك وقولي التعليق الحلو اللي انت حباه. عجبتك ما عجبتكيش بس جربها وقوليلي. معلقه خل كمحسن، و3 معالق زيت زي ما انتوا شايفين. في اسهل من كده مفيش طبعا. هتاخدي حاجة بجد وهمية، مخبوز وهمي طعمه خطير. معانا هنا معلقتين سكر في نص كوباية مية دافية. طبعا احنا هنا في الشتاء بتبقى دافية، ما بتبقاش فترة دافية. في فرق بين الدافي والفتر والسخن، عشان الخميرة ما تموتش معانا كده. انا اختبرتها زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. اختبرتها قد ايه خميرة. طبعا الكيس الخميرة دريم هنحطه هو كله، هو معلقة وربع تقريبا. هنبتدي نحط كده المية وننزل بيها. خدنا نص كوباية في الاول، وخدنا دلوقتي 3/4 كوباية، يعني كوباية وربع على حسب دقيقك. طبعا انا ما اقدرش اديكي مقدار مظبوط، من كوباية وربع من كوباية وربع لكوباية ونص، حسب الدقيق بتاعك. زي ما انت شايفه ابتدت اعجن اهوت، وهعجنها كده عجنه محترمه، وافضل اعجن فيها لغايه ما تعمل لي عرق كده حلو. بتاع 10 دقايق او 5 دقايق زي ما حضراتكم شايفين. تمام، بعجن كده كويس قوي فيها. خلاص، ابتدت لمت اهي معايا وبقت جميله وملمسها حلو جدا. تعالي نزق كده الطبق ده على جنب، ونجيب طبق تاني ونحط فيه شويه زيت كده، وندهنه بشويه الزيت زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي نقسم العجين كده بالنص بالظبط، وناخد الطبق اللي احنا دهناه زيت ونحطه فيه، ونحط عليه ستريتش او شنطة او اي حاجة او كيس عندك تلاجة. المهم ان احنا نغطيه كويس جدا. هنا هنجيب معلقتين كاكاو، انا حطيت معلقة ونص صغيرة، بس هتشوفي دلوقتي احنا هينفع معانا دوت ولا هنكمل عليه تاني. وحبيت ادوبه كده زي العجين كده بنقطتين مية، علشان ايه؟ يبقى معانا سهل في العجن واحنا بنعجن العجين. زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليهم على العجين بتاعي وابتدي اعجنه. نزلت كله كده وهبتدي اعجن كده زي ما حضراتكم شايفين. هعجن كده الكاكاو اهو تمام كده. حبيت اقولك ان هو اخد معلقتين كاكاو كده تمام قوي كبار. معلقتين كاكاو كبار اداكي الكمية اللي انت عايزاها واللون اللي احنا محتاجينه بالظبط. وطبعا الطعم، لان انا حاطه كاكاو اسباني مش مسكر، لو مسكر هتحطي 3 معالق. وهنا دهنت برضو الطبق زيت وهغطيه. ولو ان حضرتك البيت عندك سقع شوية، حاولي تدفي الفرن تدفية مش سخنة طبعا، وحطي فيه الطبق بتاع العجين بتاعك ايا كان خبز، وهيتخمر لمدة نص ساعة او 3/4 ساعة او ساعة على حسب بيتك. طبعا لو بره هياخد ساعتين في الشتاء، ساعة في الصيف بره الفرن. جبت هنا زيت عشان اشتغل بيه، بلاش دقيق يا جماعة، علشان خاطر الدقيق ممكن ينشفه. هكور كده، هدهن ايدي وابتدي اكور كده كورة بيضة وكورة شوكولاتة. وزي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة، حاولي تلمي الكرة في ايدك كده زي ما انا لميتها. وابتدي احط واحدة واحدة. طبعا اكون دهنة الصينية كويس جدا، واسيب فرق بسيط قوي اقل من صبع زي ما انا مورياكي. هعمل واحدة واحدة كده. وطبعا زي ما قلنا نكون دهنين الصينية. اخلص الكمية دي كلها، واحاول ان انا اوريكي اول صفحة حتى، واوريكي عشان ما اطولش عليكي الفيديو، واوريكي انا عملت ايه. تمام بقى، واحدة واحدة نخلص الصف ونرجع تاني.
خلصنا الصف. تمام. هنبتدي بقى نحط برضو العكس، يعني واحدة شوكولاتة قدامها واحدة بيضة، واحدة بيضة قدامها واحدة شوكولاتة، وهكذا. طبعا الصينية دي بتاعتي مقاس 30 او 35، كبيرة مش صغيرة. اخدت قطع كتيرة، القطع دي كلها حوالي 32 قطعة، وخلصتهم همت. لازم اسيبهم طبعا لما يخمروا مرة تانية، بس مش كتير، بتاع ربع ساعة او 10 دقايق على حسب برضو جو بيتك. هنا زي ما انت شايفة حجمه الضاعف اهو. هنا هبتدي اجيب لو عندك لبن تمام قوي حلو. انا هنا ما كانش عندي لبن حليب، حطيت معلقتين صغيرين لبن بودر وخففتهم بمعلقتين ميه كبار، وابتديت ادهن بيهم. عندك صفار بيضه مفيش مشكله، عندك لبن، بصي اي حاجه متاحه تقدري تدهني بيها. هنا حطيت سمسم حسب الحاجه، عايزاه او مش عايزاه برضو دي حسب مزاجك. هنحطه على درجه حراره 200 اعلى درجه عندك، ونبتدي نكون طبعا الفرن سخن من قبلها، وندخل الفرن وتعالى عقبال ما تطلع. عندي هنا انا سيرب خفيف كده كنت عاملاه، ومعايا بتاع 8 كوبايه ميه، وحطيت السيرب او عسل نحل او على حسب اللي موجود عندك، وهنقلبه كده علشان خاطر نسقي بيه. الله على جمالها وحلاوتها، بصراحة شكلها روعة روعة روعة، بصراحة شكلها رائع رائع رائع. خليكم لاحظوا معايا كده، قبل ما تدهن بالسيرب وبعد ما تدهن بالسيرب، مش هيديها سكر خالص يا جماعة، مش هيديها سكر. رائعة رائعة رائعة، جميلة، شكلها مفرح، شكلها مبهج. حطها لضيوفك، حطها لأولادك، فطار غدا عشاء. غدا احشيها بالحشوات المتاحة، فطار كلها كده، او زي ما هوريكي هتاكليها ازاي. عشاء على حسب ما تحبي. هنا حاولت ان انا انقلها علشان ما تقولوش ايه ان احنا فوتنا حاجة. هبتدي كده بالمعلقة افصلها كده، صدقني كلها لازقة ببعضها بس مش هتطلع من بعضها. هبتدي كده افصل بالمعلقة لغاية ما تتفصل خالص عادي، انقلها على ايدي واقلبها او على طبق تاني. بصي خرافية جميلة جدا، قطنية بطريقة رهيبة. بصي الجمال من جوه رائعة، بجد بجد كلمة رائعة قليلة عليها، حاجة كده وهم. بصي هشة جدا وجميلة جدا، اعمليها وعلى ضمانتي، وهتنبهري بيها قدام اهلك او قدام ضيوفك. ولو انت عروسة جديدة جربيها ووريهم ان انت تقدري تعملي كل حاجة. بصي جمالها وحلاوتها. ولو انت بنوتة برضو بتحبي تشتغلي، ولو انت ست بيت اعمليها. بصراحة مفيش اجمل من كده، وسهلة وبسيطة قوي يعني يا جماعة، بسيطة ومكوناتها بسيطة. وانا وريتك اهو من غير حشو، وقبل كده عملت واحدة بحشو كانت سادة، ارجع لي الفيديو. بصوا جميلة بصراحة. هنا ابتديت ادهن الشوكولاتة بشوكولاتة. هي اصلا الكاكاو عشان نخام واسباني عطي طعم حلو جدا، هدهنها كده، لا فتحتها وحطيت من جوه الجبنة. بصي يعني مش قادر اقولك على طعمتها بصراحة، هي من غير حتى جبنة طعمها رائع. جربيها وقوليلي، وما تنسيش اللايك والشير، وهوريك القطنية من جوه عاملة ازاي، بصراحة جميلة قوي. ويا رب اكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. ولو انا مش عاجباكم قولولي، ولو انا عاجباكم برضو قولولي، واوريها لكم عاملة ازاي من جوه. وباي باي، واشوفكم في فيديو جديد، وشكرا لحسن مشاهدتكم. اشوفكم بقى مع المشهد الرائع ده. باي باي.